صينية التوست المحشية بالدجاج من الأكلات اللي مميزة واللي كتير سريعة واللي طعمها أكتر من رائع. ما بنستغني أبدا إنه إحنا دايما نعملها. أول إشي بنعمل الحشو بمقلة على النار، بنحط زبدة وزيت وحطينا كمان البصل والفلفلة، حركناهم منيح لدبلوا معنا. حطينا قطع دجاج مقطع صغير، بعدين عليها تشكيلة من البهارات، وبهالشكل لما خلطناها مع البهارات حطينا شوي من كريمة الطبخ، إذا مش متوفرة ممكن تحطوا حليب أو قشطة. راح نعمل الصوص هلأ معنا. حطينا قشطة، جبنة سائلة، كريمة طبخ، ملح وفلفل أسود. راح نخلطهم كلهم مع بعض وهيك صارت جاهزة معنا. حنحط منهم طبقة خفيفة بصينية الفرن، وبعدين حنبلش نصف بقطع التوست، بعدين نحط عليهم حشوة الدجاج مثل ما احنا شايفين. حنحط شوي من جبنة الموزاريلا وهي طبعا اختيارية. بعدين نرجع بنحط قطع الخبز وبقية الكريمة، بنساوي السطح بهالشكل، بنحط عليهم كمان جبنة وعلى الفرن ليتحمر معنا، وصحتين.